السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيزة من قناة عالم عزيزة أم أحمد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ودائما نبداو بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، غادي نحضر معكم عصير اللي تيجي رائع بزاف. غادي تحتاجوه يعني في هاد الأيام اللي راكم عارفين مع المدرسة والوليدات، يعني تيبغيو العصير بزاف مع الغدا تيجيو وباقي الحال يعني سخون. اللي تتكون واحد المكونات يعني متوفرين عندكم في الدار. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وندوزو المقادير، يعني طريقه التحضير. هنايا عندي كما تلاحظوا انا شفتوا الليمون. هنا هذا الليمون راه ديال الاكل ماشي ديال العصير. ديال الاكل ملي كان في الوقيته ديال الاكل قبطو، يعني تنغسلو تنقطعو هكاك طرونش وتنحتفظ فيه في المجمد. هنا عندي تا هو الفريز يعني مغسول ومحتفظه به في المجمد. الخوخ يعني راه دابا وقيتو هادي، يعني عندكم غير 4 ديال الحبات راه تيجي واحد العصير منعش بزاف. وتيبغيوه الوليدات وحتى ليكم، يعني حتى لا الكبار ولا الصغار. صراحه تيجي زوين، وتقدروا ديروا غير الليمون بوحدو. وحتى في الحامض تقدروا ديروا هكا طرونش ولا كيف ما الفيديو اللي سبق لي شاركت معكم حطيته في القناه بين الليمون والبرتقال اللي حتى هو تيجي بحال هاد الطريقه هذه، يعني بقشور وبكل شيء، يعني تقطعوا الليمون وبالحق يكون جامد، ماشي ملي تبداو تعصروه ما يكونش غير هكاك مرخي. راكم عارفين يعني نتوما شفتوا انا راه تنقطعوه وراه فيه الثلج ديالو. غير هنايا الجهد ديال 2 ليمونات، يعني داك نافيل ماشي ديال العصير داك الحامض، انما هذا تيكون زوين، وحتى القشره ديالو ما تتكونش يعني مره، تيكون زوين. تنقطعوه هكاك طريفات وتديروا هكا، اما في مولينيكس الا كانت يعني ديال الزاج مزيانه، اما هكا في الهاشوار. تنضيفوا ليه واحد شويه ديال سنيده، ضروري واحد شويه ديال سنيده باش هكا دغيا تطحن. غير كيف ما قلت لكم ما يعني ديروه مثلج، ما ديروش تيطرخى، راه ما غاديش يتطحنش لكم مزيان. ما عدا الا في يعني هكا يتطحن بدون ما، يعني بلا ما بلا حتى شي حاجه. راكم الفيديو قدامكم. صافي ملي تنطحنوا هكا، يعني تنديروا غير واحد الكميه ديال سنيده، غير شويه يعني ما تنديروش بزاف. تنعاود نطحنوا تاني شويه. صراحه هذا العصير زوين واقتصادي، وخا يبقى لك يعني في الثلاجه راه ما تيوقع ليه حتى شي حاجه. بالنسبه لهذا بالطريقه اللي درت انايا، نتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي هني نديرو هكا في واحد الاناء، ولا تخليوه غير تماك نيت في الماكينه، تضيفوا الكميه اللي بغيتو نتوما ديال الماء. انا درت هكا، مع بغيت ندير الماء بزايد. حتى مثلا الا بغيتو ديروا الكميه كثيره راه ديروا 4 ليمونات ولا 5. انا بعض المرات تنقطعو ديريكت، يعني انا غير مني هذا فايت لي. خليته هكا طرونش وتلقاو يعني بدا داكشي علاش قلت نشاركو معكم. وان شاء الله غادي راه فايت لي شاركته معكم كما قلت لكم في القناه. غير غادي نعاود ثاني نشاركو معكم بالنسبه للبنات الجداد ان شاء الله. صافي هنايا تنضيف الماء الكميه اللي بغيتو، راه تيجي خاطر وتيجي منعش، راه بلا ما ديروا لا فاكهه لا حتى شي حاجه. صافي هنا تنغطي عليه ونخليه حتى تيرتاح مزيان. يعني هنايا راه تقدروا تقدموه في اخر لحظه، تقدموه بارد عقاش تيكون مثلج، ولا تضيفوا دوك المكعبات ديال الثلج مثلا الا بغيتوه بارد. صافي هنايا تندير هاد الصفايه تتكون ديك الصفايه اللي تتكون الشبكه ديالها رقيقه بزاف، باش هكا ما تدوزش لكم داك التفرتيت ديال الليمون. وهكا تنبدا نضغطو عليه مزيان باش يتحيد داك الماء اللي تيكون باقي فيه. في الوقيته ديال المنظرين، ولا في الوقيته ديال هاد النافيل هكا، قطعوه طرونش ولا قطعوه كيف ما غادي ان شاء الله تاني نشاركو معكم. تتقطعوا غير طريفات ديريكت وتحطوه في البلاستيكات. تا هو راه تينفع في الوقيته اللي ما يكونش بنادم
يعني ما غاديش نبداو تنشريو المناضه دائما، ما غاديش بحال هكا باقي الا جا شي حد تاخدي المناضه، ولكن هكا في الدار تتعشقي شي حاجه اللي تتكون صحيه وتتكون زوينه. هنا صافي تنقطع الخوخ وتقطعوا الفريز. انا عندي الفريز قلت نخلطو مع انا تيعجبني الفريز مع الخوخ، تيتواتى معاهم، تيجي واحد النكهه رائعه بزاف. تقدروا تخليوه غير هكاك، تقدروا ديروا معاه غير الخوخ بوحدو، الفريز، البنان، التفاح، حتى بالنسبه تاني ديال اللحم تا هو تيجي رائع بزاف. هنايا راك درت الكميه اللي بغيت نعصر فيها، يعني تعاودوا ديروا ماكينه اخرى يعني باش هكا تيتعصر بوحدو. يعني حاولوا ما تعصروش مع القشور ولا شي حاجه، عصروا هذاك بوحدو تصفيو، عاد ديروا هاد الطريقه الثانيه. صافي هنايا نخليه حتى تطحن. ديك الساعه تنضيف السكر اللي بغيتوه مسوس، راه تتهز المسوس اللي بغى المسوس، بغيتو في القياس، المهم هو تيبغيه في القياس ما يكونش حلو بزاف. هانتوما غادي نقرب لكم، سمحوا لي الا ما كانش واضح، راكم عارفين تنصور بوحدي، ما يمكنش نبدا ندير بيديا ونعاود ثاني نقضي بيد الاخرى. داكشي باش يعني تيكون شويه بعيد عليا. هانتوما تيجي خاطر وتيجي زوين بزاف. هنايا تنقدموا في هذا الكيسان هادو، راه تيخرج كميه يعني زوينه بزاف. هندي راه تتهز ايترو، وهذاك الليمون اللي بقى غادي نديرو حتى هو في قرعه اخرى ونخليه بالنسبه حتى الى سالا. هذاك والواحد راه دا تيكون منعش تبغي تبردو به. يعني درتو هكا في هاد القرعه اللي بغا غادي ياخدو. انا درتها كما قلت لكم 2 ليمونات، وشوفوا ما شاء الله شحال خرجت ليا. هانتوما درتو في الكاس، شوفوا كي تيجي راه تيجي خاطر. وكيف ما قلت لكم تقدروا تقدموه في اخر لحظه بارد. يعني بالنسبه الى درتو العصير هكا، خليوه حتى يتعصر مزيان، يعني تعصروه وتصفيوه وتخليوه حتى ديروه في شي قرعه اخرى اللي يعني تكون مسدوده، وخا ديال المناضه ولا داك ديال العصيري، وديروه في الثلاجه وتخليوه يبرد مزيان. ملي تبغيو مثلا تقدموا الغداء ولا العشاء، ولا دخل عندكم شي حد ولا مع شي حلوه، ولا عاد ديك الساعه ديروا معاهم الفاكهه اللي بغيتو، اما بنان، اما تفاح، اما الخوخ، اما الفريز، اي فاكهه عندكم، باباي، المونغ، يعني اناناس. صراحه راه تيجي رائع بزاف، وان شاء الله غادي نقدم معكم كاع هاد العصائر بهاد النكهه، يعني بهاد الفاكهه. صافي عاد ديك الساعه تحطوه بارد وتيجي زوين بزاف. هانتوما شفتوا راه قربت لكم باش تشوفوا يعني الخطو الخطوريه ديال، سمحوا لي عفوا يعني الخطوريه ديال هاد العصير راه تيجي جد جد بنين بزاف، وتيجي منعش وبارد. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنسونيش من اللايك. راه كاين اللي تيتفرج وتنسى ليا اللايك، واخا يوصل غير لعدد الناس اللي ما يعني باش يطلع للناس، داكشي عشان نبغيو داك اللايك بزاف. شكرا لكم بزاف، والله يجازيكم بالخير. وكاع اللي تيدخل عندي وتيدعمني وتيشجعني، الله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. هانتوما شتو راه تنعاود نقرب لكم باش تشوفوه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.